دلوقتي يعني من الكلام بتاع حضرتك هناخد السؤال الأخير يعني. المرأة واللي بنشوفه في جرائم دلوقتي غريبة شوية من الجرائم اللي بتحصل في المرأة، مش المرأة بس، ده الأطفال نفسهم. ايوه من حالات تحرش ووفاة ايوه وقتل ايوه والمرأة بتتضرب ضرب مبرح. صح. وبيطلع بعض الفتاوى بشكل أو بآخر بتبرر الضرب، حتى لو كان ما بيبقاش في مقصودهم ده، ولكن اللي بيتفهم من الفتوى بيتطبق يمكن بطريقة غلط. لا، فتوى تسمح لي باني اضرب مراتي بضرب مبرح او غير مبرح، انا شخصيا لا ارى في دين الاسلامي اللي افتخر بيه كلام زي ده. لا، مفيش ده ولا لمس. الرجل لما بيتجوز، او انا لما جيت اتجوز اشترطت على مراتي حاجه واحده: نحن مش بنتجوز، احنا اتفقنا على بناء اسره لا تهدم مهما كانت المشاكل بيننا، حتى لو انفصلنا مفيش طلاق. ننفصل بس مفيش طلاق، خلاص ده مصيرك وده مصيري.